يشهد المغرب خلال هذه الفترة أجواء مستقرة ومشمسة في جل مناطقه، حيث سطعت الشمس وكان الطقس جميلا ومعتدلا، مع إحساس واضح بارتفاع درجات الحرارة مقارنة مع الأيام الماضية التي عرفت تعاقب منخفضات جوية وأمطار مهمة بعدة مناطق من البلاد. هذا الاستقرار الجوي يهم تقريبا جميع أنحاء المملكة باستثناء أقصى الشمال الغربي، حيث سجلت بعض القطرات المطرية الخفيفة والمتفرقة، ومن المرتقب أن تنتهي خلال مساء هذا اليوم لتكتمل صورة الاستقرار الجوي في مختلف ربوع المغرب. ويعود هذا التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية إلى عودة سيطرة المرتفع الجوي الآزوري بقيم ضغط مرتفعة وتمدده على نطاقات واسعة جدا شملت شمال وغرب البلاد، وهو ما أدى إلى إبعاد النهر الجوي الرطب الذي كان يجلب خلال الأيام الماضية عواصف أطلسية قوية ومنخفضات جوية متتالية وأمطارا غزيرة إلى المغرب، حيث تم دفع هذا النهر الجوي نحو شمال أوروبا، مما أوقف مؤقتا تدفق الاضطرابات الجوية نحو المنطقة. وقد ساهم هذا المرتفع الجوي كذلك في تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وهو ما لاحظه المواطنون بوضوح يوم أمس واليوم، إذ يعمل المرتفع الآزوري على هبوط الهواء من الطبقات العليا للغلاف الجوي نحو السطح، ومع استمرار هذا الهبوط يتعرض الهواء للانضغاط، مما يؤدي إلى تسخينه وخلق أجواء دافئة نسبيا رغم أننا ما زلنا في فصل الشتاء. كما يمنع المرتفع الآزوري وصول الكتل الهوائية الأطلسية الباردة التي تكون عادة مصحوبة برياح منعشة وتعمل على تلطيف الأجواء، وهو ما يفسر استمرار الطقس المستقر والمشمس. ورغم هذه السيطرة القوية للمرتفع الجوي، فإن هذا الاستقرار لا يعني نهاية التقلبات الجوية، إذ تشير التوقعات والنماذج الجوية إلى احتمال وصول جبهة جوية جديدة خلال يومي الجمعة والسبت إن شاء الله، قد تكون مصحوبة بأمطار مهمة إلى غزيرة بعدة مناطق وتساقطات ثلجية على المرتفعات الجبلية خاصة الأطلس والريف، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح ببعض الجهات، وهو ما يعني عودة الأجواء الشتوية بعد هذه الهدنة الجوية القصيرة. لذلك ينصح بمتابعة التحديثات الجوية خاصة من طرف سكان المناطق الجبلية ومستعملي الطرق، في انتظار مستجدات أخرى حول تطور الوضعية الجوية خلال الأيام المقبلة، ولنا عودة للموضوع إن شاء الله.